تبنى على اللامركزية السياسية. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من أربيل جدعان علي ممثل المجلس الوطني الكردي في إقليم كردستان العراق. سيد جدعان، أهلا بك معنا في آخر الأسبوع، شكرا على حضورك. قبل أن أبدأ معك النقاش فقط أود أن أشير إلى أمر ما، وهو أننا حاولنا التواصل مع طرف آخر مؤيد لموضوع الفيدرالية لكي يتحدث عن الموضوع ولنأخذ الموضوع من وجهات نظر مختلفة، ولكنهم رفضوا. تواصلنا مع السيد جعفر صالح وزوار العمر، رفضوا في اللحظات الأخيرة. أود إذا أن أبدأ معك الحديث بموضوع أنه الغريب في هذا الأمر، في أمر الفيدرالية، أنه نظام وأيضا المعارضة السورية وحتى بعض طبعا الأكراد اجتمعوا على رفض هذا المشروع. نريد أن نفصل فقط للمشاهدين بداية أنه هنالك دوافع وأسباب مختلفة لكل طرف منهم بناء على أرضياته المختلفة. لنتحدث بداية عن دوافع وأسباب رفض كل طرف من هؤلاء. أنا أعتقد تم رفض مشروع الفيدرالية المعلن من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي البيادة فقط من الجانب الشوفيني القومي من قبل سلطة بشار الأسد وبعض الشخصيات أو أغلب المعارضة السورية. أنا أعتقد جازما أي طرف كردي يطرح أي مشروع قومي سوف يلاقي الرفض. رفض مشروع فيدرالية الاتحاد الديمقراطي ليس لأنه مطروح من قبل هذا الحزب، حزب غير منتمي للمعارضة ويدعي أنه في الصف الثالث أو الخط الثالث وليس مع النظام، هكذا يقول الحزب. نعم. أنا أعتقد من ساهم وعمل بروباغندا ودعاية لهذا المشروع هم من رفضوه وليس من طالب به. مشروع الاتحاد الديمقراطي للفيدرالية يقول مشكل لجنة خلال 6 أشهر قابل للدراسة. أنا أعتقد أي مشروع قومي كردي، أي مشروع قومي، أي حل للقضية الكردية في سوريا يبدو من سنين طويلة مرفوض طبعا سلفا من النظام ومرفوض من أغلب الجهات في المعارضة من الكتل والائتلاف في المعارضة السورية بشكل عام. يعني أنا هكذا رفض يجعل أي كردي أينما كان يحز بنفسه رفض أي مطلب كردي في سوريا الجديدة. كيف نذهب للحديث؟ هذا الكلام يضر أكثر ما ينفع الوحدة الوطنية. أعذرني على مقاطعتك، ولكن كيف نذهب للحديث عن حل للقضية الكردية في سوريا قبل أن نبحث عن حل سياسي لما يجري في سوريا؟ يعني أليس من المفترض أن يعني تنتهي مفاوضات جنيف؟ نعرف إذ كان سوف يكون هنالك تغيير سياسي، مرحلة انتقالية في سوريا المستقبل، ومن ثم نتحدث عن هذه المشاكل الداخلية. لا يمكننا اجتزاء الحلول وأن يعني نبحث عن حل لموضوع الأكراد ولا نبحث عن حل المشكلة الأساسية وهو ما يجري في سوريا. كل مكونات الشعب السوري المنضمين للمعارضة والمطالبين بتغيير النظام وتغيير هكذا نظام استبدادي مركزي، كل له غاياته ودوافعه. نحن الأكراد لنا دوافع قومية، لنا مطالب قومية بالإضافة إلى الوطنية. نعم، نحن في المجلس الوطني الكردي انضمينا للمعارضة من الأيام الأولى لانبثاق الثورة واندلاعها. نعم. في الأسبوع الثاني كانت المعارضات، كانت المظاهرات في القامشلي والمدن الكردية كلها، عامودة وديريك وراس العين والدرباسية وكوباني وعفرين، كلها انضمت إلى الثورة. لكن نحن من خلال قراءتنا كما تفضلتي أن الحل يجب أن يكون وطنيا سوريا ويلاقي حدا للقتل والدمار والتخريب الذي حصل من خلال السنوات ال5 الماضية. وانضمينا إلى المعارضة السورية وإلى الائتلاف فيه
وحاليا أعضاء من المجلس الوطني الكردي موجودين ومنضمين للوفد الهيئة الكردية، الهيئة التفاوض العليا. نعم. وموجودين صحيح. في الوفد المفاوض، ولكن مطالب الكرد لا تؤخذ بعين الاعتبار، بل بالعكس الشخصيات المعارضة ورئيس في الفترة الأخيرة رئيس هيئة التفاوض أسعد الزعبي صرح بتصاريح من خلال تلفزيونكم مما أزعج الكرد وأقام الدنيا بينهم ولم يقعدها. هكذا تصاريح، هكذا آراء تجعل الكردي يفكر 100 مرة إلى أن يقول أنني أريد حلا سوريا. اعذرني على مقاطعتك، لن أدخل بهذا الموضوع لأنه موضوع لكل سوريا. نعم، شائك. موضوع تصريحات أسعد الزعبي موضوع شائك وناقشناه في برامج أخرى، ولكن أنا اللي يعني نستفيد من الوقت ونركز على موضوع الفيدرالية. أنتم في المجلس الوطني الكردي أفهم من كلامكم أنكم مع الفيدرالية أم ضدها في هذا التوقيت بالذات؟ نحن في المجلس الوطني الكردي طالبنا بالفيدرالية بالورقة التي قدمناها للائتلاف أثناء الانضمام للائتلاف، ولكن الأخوة في الائتلاف رفضوا الطلب، وسجلنا تحفظنا أننا سنسعى خلال فترة وجودنا في المعارضة وخلال عمليات البحث عن إيجاد حلول للقضية السورية أننا نقنع الأغلب الناس السوريين بتبني فكرة الفيدرالية أو نظام الفيدرالية كحل أمثل لسوريا المستقبل، لسوريا الجديدة. نعم، ولكن أليس من المفترض أعود إلى النقطة فقط للتوضيح، تتبنون فيدرالية البيادي؟ لأنه الآن هذا المشروع الذي طرح وهذا المشروع الذي يتم الحديث عنه، أنا أعلم بأنكم طرحتم فيدرالية أو فكرة مشروع الفيدرالية في وقت سابق، ولكن الآن هذا المشروع يطرح، يعمل عليه، ومن الممكن أن ينفذ إذ كانت روسيا تضغط بهذا الاتجاه. هل تؤيدون هذه الفيدرالية بالتحديد سيد جدعان؟ نحن نؤيد الفيدرالية لسوريا بشكل عام، لكن هناك خلافات بيننا وبين حزب البيادة الاتحاد الديمقراطي في مشاريعهم وطريقة حلولهم. لم نكن متفقين معهم في الإدارة الذاتية، لم نكن متفقين معهم في إعلان الكانتونات، لم نكن متفقين معهم ولم نكن شركاء معهم في طرح الفيدرالية بهكذا طريقة وبهذه الظروف. ربما نستطيع الاتفاق في حال كنا مشتركين في دراسة المشروع. الكرد لهم طموح في سوريا الجديدة أن ينالوا حقوقهم كاملة. طب يا سيد جدعان، لماذا لا سوريا موحدة ونظام فيدرالي؟ لا لكم طموح ولكم مطالبات مثل أيضا أطياف الشعب السوري الآخر. لماذا لا تؤجل هذا الموضوع أو تؤجل نعم. هذه النقطة إلى يعني ما بعد يعني وجود حل للأزمة السورية؟ لماذا تطرح بهذا الذات؟ لأن هنالك بهذا الوقت بالذات، لأن هنالك من يقول هذا الطرح بهذا التوقيت يضر القضية الكردية. أي هنالك من يقول بأن يضر ربما من خلال تصاريح الجهات المعنية كافة الوطنية والإقليمية والدولية، نرى أنها ربما أضرت بالقضية الكردية أو بالمشروع الكردي أكثر ما نفعت. هذه ناحية. إنما الناحية الثانية، نحن في المجلس الوطني الكردي موجودين ضمن مشروع الحلول السلمية لسوريا المستقبل، ومشاركين في الوفود بشكل ربما ليس كما يجب، ليس كما يرام، ليست كنسبة الأكراد موجود. نحن لو كنا نؤمن بأننا نبغى أو نسعى أو نبحث عن حلول فقط كردية والقضية الكردية فقط، لم نكن موجودين إلى جانب المعارضة وفي ضمن صفوف المعارضة وضمن الوفود وائتلاف المعارضة. نحن وجودنا هناك، وجودنا كمجلس وطني كردي إلى جانب أخوتنا السوريين بكافة مكوناتها في المعارضة، دليل على أننا نريد حلا سلميا وطنيا لكل سوريا، من ضمنها حافظا لحقوق بدستور جديد يضمن
ويثبت حقوق الأكراد، حقوق الشعب الكردي ووجودهم كمكون رئيسي في سوريا الجديدة، لأنه الوقت سوف ينتهي. غير هكذا، إن لم نحصل على تثبيت حقوقنا في الدستور، حقوق الشعب الكردي في الدستور، لن تكون هناك حلول سليمة في سوريا. نعم. ولن تلاقي سوريا الأمان والسلام بدون تأمين حقوق لكافة مكونات سوريا. نعم. وأولهم أنا ككردي أقول نعم. بدون تأمين حقوق الكردية لن ترى الاستقرار سوريا مطلقا. يا ساجد، عن وضحت هذه الفكرة، ولكن يعني أمامي فقط دقيقة واحدة بالنسبة لموضوع الفيدرالية بحسب وجهة نظرك. طبعا نتحدث عن فيدرالية البيادي وليست الفيدرالية التي طرحتموها كمشروع. إلى أي مدى يمكن أن يدعمها الروس برأيك؟ أنا كوننا لسنا أصحاب الطرح في المشروع، لسنا أصحاب المشروع، لا أعلم، ولكن كيف تقرأ الأمور مدى تقارب روسيا أو تقرب. نعم، نحن نقرأ الأمور بالطريقة التالية. حزب الاتحاد الديمقراطي لو كان هناك إجماع كردي بكافة أطيافه، بكافة مكوناته وأحزابه وكتله السياسية على قراءة المشروع وطرحه بشكل سليم وواضح ومدروس وبتفاعل وبالتشاور مع الأخوة السوريين كافة مكونات الشعب السوري، نعم. كان ربما لقى طريقه إلى النور والنجاح بشكل أفضل